الموضوع الأول في البرنامج اليوم، لو لم يصدر بيان رسمي من مجلس قضاء الجلفة وقرأنا الأخبار من صفحات محلية موثوقة ومن أقارب الضحية المعني بالأمر، لقلنا أنها قصة خيالية، لقلنا أنها قصة إلى وقت قريب كنا نقول لم تحدث في السينما في الأفلام. لا، هذه تتجاوز الخيال. نحن بصدد أبشع جريمة اختطاف في الجزائر وإخفاء لشاب ذهب في سن المراهقة، في سن 16-17 سنة، ليعود إلى أهله كهلا في الأربعينيات بعد 26 سنة اختفاء. وأين؟ في نفس المكان، في نفس البلدية. الأهل منذ 97 أو 98 وهم يبحثون في كل الولايات، في كل ربوع الجزائر، عن هذا الشاب الذي كان شابا في وقتها. وطبعا الخيال نتاعهم لم يصور لهم أن عمر هذا سيكون على بعد ربما أمتار قليلة من منزلهم. حتى في المأساة العائلية، لأننا بصدد مأساة عائلية ذهب ضحيتها ربما حتى والدة المعني التي توفيت أثناء رحلة البحث، وفي قلبها وجع كبير من فقدان ابنها الذي ربما كان الجميع يقول بسبب، تعرفون ظروف التسعينيات الله لا يردها، في نهاية التسعينيات العشرية السوداء والحمراء وغيرها، كان البعض يفسر بسهولة أن من يختفي قد يكون ضحية عملية إرهابية أو إجرامية. ولكن هذا الشاب الذي عاد إلى أهله في منتصف الأربعينيات بعد حوالي 30 سنة من الغياب، من الإخفاء، من الاختطاف، لم يكن ضحية عملية إرهابية ولم يكن ضحية عملية إجرامية، وإنما إجرام من نوع خاص بطله أحد الجيران. نبدأ بالبيان نتاع المجلس قضاء الجلفة الذي لخص ربما القضية أو أعطى العناوين العريضة، لأن القضية فيها تفاصيل، فيها قراءات بين السطور. عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة الرأي العام أنه بتاريخ 12 ماي 2024 في حدود الساعة 8 مساء تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقديد دائرة الشارف في ولاية الجلفة شكوى المدعو باء لام ضد شخص مجهول على أساس التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن شقيق الشاكي المدعو بائعين المفقود منذ قرابة 30 سنة متواجد في منزل جارهم المدعو عين با ببلدية القديد داخل زريبة أغنام. وأضاف ذات البيان إثر هذا البلاغ أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإدريسية مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق وانتقال عناصر الضبطية القضائية إلى المنزل المذكور، وفعلا تم العثور على الشخص المفقود المدعو بائعين وتوقيف المشتبه فيه مالك المسكن البالغ من العمر 61 سنة. البيان ختم يعني في البيان تم ختمه بالقول: أمرت النيابة العامة المصالح المختصة بالتكفل الطبي والنفسي بالضحية وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة فور انتهاء التحقيق، وسيتم متابعة مرتكب هذه الجريمة النكراء بكل الصرامة التي تقتضيها قوانين الجمهورية. صعب يعني أن نركب القصة كما هي، كما حدثت، صعب أن نعرف ماذا وقع في حوالي 30 سنة، ولكن نحاول، لأن العائلة تحت الصدمة، منطقة القديد في الجلفة تحت الصدمة، الجزائر تحت الصدمة، وهذا الخبر انتقل كالنار في الهشيم حتى عبر مواقع كثيرة ليس فقط جزائرية.